في ناس كتير سمعتنا بس حست ايه ده انا ابني عنده 17 سنة ما اتكلمش معاه في حاجة قبل كده، خلاص كده الفرصة خلصت راحت، ولا لسه في حاجات ينفع اعملها ابتدي ادخل العالم بتاعه وصاحبه؟ طيب انا برضو بقول والسؤال ده جالي وانا بكلم اهالي مراهقين، بخاف عليهم من الخضة، وبخاف عليهم من انه خلاص الموضوع خلص مش هلحق مش عارف ايه. لا، انا بقول طول ما العيال تحت سقف بيتي انا لسه عندي امل، لسه عندي امل، لانه لسه في حوار، لسه في وقت. وبس هو مش في وقت ان انا اتكلم وانصح، هو في وقت ان انا ابتديها ابتدي ازاي؟ ابني علاقة. زي ما حكيت على الام اللي كانت بتزعق، احنا محتاجين نقول احنا مش بنقضي وقت مع العيال، يلا نجرب نثبت ميعاد ونقعد مع بعض نتكلم، يلا نجرب نشوف، نسألهم حتى هم ايه اللي بيضايقهم مننا، نبتدي نقول انت ايه اللي نفسك اعمله كأب يريحك او كأم يريحك. هبتدي من عنده واقول له انا عارف ان انا بقالي فترة مقصر، انا عارف ان انا اتأخرت، انا عارف اتشغلت في الشغل، افتكرت يعني ايا كان اعتذار ضمني، واقول فيه ان انا محتاجه ابتدي اقرب، بس اقرب بصدق واشوف هو شايفني ازاي، متوقع مني ايه، وابتدي من هناك. وشويه بشويه واحنا بنقرب وبنبني العلاقه. يعني جمله قالتها امبارح اللي هي متغيره، بتقول بس انا عايزه ابتدي بقى احط حدود واظبط الحاجات زي ما حضرتك قلتي يا دكتوره. فراحت التانية قال لها بس انا في اول الحكايه لما ابتديت اعمل علاقه خفت اخسر العلاقه علشان الحق اظبط العيال، فحطيت حاجه مكان حاجه. فعايزه اقول انا هدفي دلوقتي ان الشخص ده، انا دايما اقول والموضوع العلاقه ده انا بحبه جدا، انه علاقتنا بالعيال هي اللي بتحميهم من اي حاجه، لانه لو هو عارف ان انا بحبه، وبحبه دي مش معناها بشتغل واجيب له كل اللي نفسه فيه، بحبه يعني بحترمه وبسمعه وبخاف عليه وبفكر وبحبه معاه. بطريقته، مش بحبه بس بطريقتي. بيسمع قوي اللي انا قلته، وبيفضل هو الحاجه اللي بتحميه في قرارات كتيره في حياته، وبتساعده في حاجات كتيره في حياته. فانا عايزه اقول انا عايزه ابني العلاقه دي، حتى لو ال3 سنين اللي باقيين، ال4 سنين الباقيين بنيت العلاقه وخدت وقت، وهو ابتدى يحترمني وياخد ويدي معايا، وبقى فيه اللي هو جاي يقعد معايا حتى مش بيحكي لي على حاجه، دي بدايه لاي حاجه تانية. يمكن في وقت يحتاجني ويتكلم معايا. طب يا دكتوره مش هنلحق نقول كل ده؟ معرفش هنلحق ولا لا، بس اعرف انه اهم. يعني لو هكسبه. هتسألوني ايه الحاجة اللي انا عايزة الحق اعملها قبل ما عيالي يسيبوا البيت، ان انا ابني الجسر ده ما بيني وما بينهم، لان الجسر ده هيخليه لما يحتاجني، لما يتساءل، لما يعوز مشورة في حاجة هيجيلي، لانه واثق في حبي، واثق ان انا حد حقيقي بيحاول يتغير. دي مهمة قوي، لان انا لو مش متطور، حتى لو انا بحبه وبعمل معاه علاقة، بيبقى عارف ان ليا سقف، هو محتاج يحس لا انا مفتوح، بواجه، مش بحكم على الامور، بفكر. الحاجات دي بتفتح سكة ما بيني وما بين عيالي عشان اعرف اتكلم معاهم. فلو انا متأخرة، اشتغلي على علاقة وربنا معانا، ونجتهد ونحاول نسمعه ونتغير ونقضي وقت ونشوف. لو عرفنا اكيد في وسط الحوارات هنتكلم في حاجات ينفع اقول جزء من اللي انا عايزه اقوله، بس عايزه اقول it's never too late، او مفيش حاجه اسمها مفيش امل. لا، طول ما في عيال معايا لسه ليا دور.